هتعمل ايه لما تعرف ان اقرب حليف ليك هو اللي بيتجسس عليك؟ السؤال ساعتها مش هيبقى مين عدوك، هيبقى مين فعلا صاحبك وحليفك. النهاردة هحكي لك قصة من اخطر عمليات التجسس اللي حصلت في امريكا. قصة الراجل اللي باع بلده مش لعدو، ده الحليف. في الثمانينات كان في شاب امريكي اسمه جوناثان، كان شغال محلل استخباراتي جوه البحرية الامريكية. شغله انه يدور ويشوف اخطر المعلومات، معلومات لو اتسربت تقدر تغير مصير العالم. واللي حصل كان أسوأ من الكابوس. جوناثان بدأ يقتنع من جواه ان امريكا مش بتدي اسرائيل كل المعلومات اللي اسرائيل تستحقها. اتعاون مع جهاز الموساد الاسرائيلي وبدأ يسرب مش ورقة ولا اتنين، ده بدأ يسرب آلاف الوثائق، تقارير عسكرية وخطط دفاعية ومعلومات سرية عن دول عربية، وحتى طرق التجسس الأمريكية نفسها وصل لها وبعتها للموساد. كل المعلومات دي اتسلمت لإسرائيل. السؤال اللي كلنا بنسأله لنفسنا، هي ليه إسرائيل تعمل كده أصلا؟ هو مش المفروض إن أمريكا واسرائيل حلفاء؟ الحقيقه بقى اللي انا عايز اقولك عليها ان في عالم الاستخبارات مفيش حاجه اسمها صديق دايم، في حاجه اسمها انا مصلحتي هنا هبقى هنا، مصلحتي مع ده هبقى مع ده. اسرائيل كانت عايزه معلومات وامريكا مش راضيه تشارك المعلومات دي مع اسرائيل، فقررت تلعبها استخبارات وتاخد المعلومات من امريكا غصب عنها. وعلى فكره جونسون ما كانش بيعمل الكلام ده بشكل مجاني، كان بياخد فلوس وهدايا من الموساد ووعود بانه هيروح يعيش في اسرائيل وهيتوفر له حياة أفضل. لكن طبعا كل لعبة وليها نهاية. سنة 1985 بدأ الشك يخش جوه دماغ رؤساء جونسون، اتفتح تحقيق وكل حاجة بدأت تنكشف. جوناثان حاول يهرب، طلع يجري على السفارة الإسرائيلية في أمريكا يطلب منهم الحماية. لكن الصدمة بقى بجد، إسرائيل رفضت تدخله السفارة أصلا، ما فتحلوش الباب، سابوه يقع واتحكم عليه وخد سجن مؤبد. القضية دي عملت زلزال سياسي. أمريكا ساعتها اتصدمت، إزاي حليف لينا بنقدم له كل حاجة نقدر عليها يعمل معانا كده ويتجسس علينا؟ إسرائيل في الأول أنكرت، بس بعدين مع الضغط الأمريكي اعترفت بكل حاجة. وجوناثان بعد 30 سنة سجن خرج وخد إعفاء، وسنة 2020 راح يعيش في إسرائيل واعتبروه بطل هناك. بطل أو خاين، القصة دي بتثبت حاجة واحدة بس، في عالم السياسة مفيش أبيض وأسود، هتلاقي رمادي كتير. مفيش حاجة اسمها صاحبي ومفيش حاجة اسمها حليفي، في حاجة اسمها مصلحتي النهاردة مع مين. انت ايه رأيك في اللي عمله جوناثان؟ شايفه خاين ولا اتحط في لعبة اكبر منه بكتير؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو حابب تشوف فيديوهات زي دي تاني اعمل اشتراك في القناة.